بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم حلقة جديدة من يوميات أحمد حبيبة وملك. معاكم مصطفى. هنتكلم دلوقتي عن موضوع الساعات ال4000 ساعة هعملهم ازاي. أقسم بالله أنا هخليك تعمل 4000 ساعة في خلال 3 أيام بطريقتين. أول طريقة طريقة الكمبيوتر، وتاني طريقة طريقة الموبايل. قبل ما اتكلم في اي حاجه، الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وتعليق. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا دلوقتي بالحوار اللي هو ايه. الطريقه الاولى طريقه الايه الكمبيوتر. ازاي؟ انا دلوقتي مثلا عايز افعل القناه ولسه مبتدئ، اعمل ايه؟ حضرتك هتنزلي فيديوهات. هتنزلي اقل حاجه مثلا فيديوهات، ما ينفعش تنزلي مثلا دقيقه ودقيقتين. نزلي اقصى حاجه 10 دقايق، وتنزلي مثلا فوق حوالي 20 فيديو. وهتجمعي مثلا الفيديوهات دي مثلا على ايه، على فيديوهين ساعه. يعني مثلا تعملي مثلا فيديو ساعه او فيديو ساعه. وحضرتك لو عندك كمبيوتر او عندك مثلا كذا كمبيوتر، هتشغل الساعات اللي انت عملتها دي على الكمبيوتر لمدة يومين. هتلاقي نفسك الساعات عندك بتزيد، ودي عن تجربة وانا جربتها. اوريك في فوق عندي. هوريك انا ايه الساعات بتزيد ازاي. هوريك الساعات بتزيد ازاي. طب دي اول حاجة. طب وتاني طريقة، التاني طريقة دي هتبقى على الموبايل. هعمل شرحها وهنزلها لك بعد الفاصل. نيجي بقى على الطريقة التانية. اقسم بالله الطريقة دي والطريقة اللي قبليها في خلال من 4 ل5 ايام تعمل ال4000 ساعة. تعال نشوف بقى الطريقة عاملة ازاي. اول حاجة هنفتح النت، هنخش على صوت اليوتيوب، هتخش على المحتوى دوت اهو. هتنقي الفيديو اللي انت عايزه. بص اهو الفيديو بكام؟ 4700. والفيديو اللي بعديه 4600. ده اللي انا هشرح لكم شرحت لكم في اول الفيديو، اللي هو نعمل ايه تجميعة فيديوهاتي. رقم 1 تجميعة فيديوهاتي، رقم 2 ونشغل اللي هو على الكمبيوتر. ده اللي هو ايه الطريقة الأولانية. الطريقة التانية بقى هنلاقي أي فيديو نعمله، مثلا إذا كان مثلا 50 دقيقة، ساعة، نص ساعة، أي حاجة. هنخش مثلا ايه على مثلا ده مثلا. هتنزل كده اهوت، هتنزل انتقال إلى إحصاءات الفيديو. هتدوس عليها كده اهو، هتلاقي ايه 73 مشاهدة. هتعمل كده اهو، هتلاقي 11 ساعة. هتاخدها سكرين عندك وتشتغل عليه بقى. اشتغلت عليه بقى يوم، يومين، 3، 4، 5، هتلاقي 11 ساعة دول مثلا بقوا ايه، بقوا مثلا 200، 300، 500، 600، 700 ساعة في حوالي أول 5 أيام. يعني ممكن تعمل على الفيديو دوت إذا كان ساعة أو نص ساعة، لو عملته هيوصل معاك لغاية 1000 ساعة. يبقى أنت كده اسمه إيه من أول فيديو. وتعمل كذا فيديو كذا فيديو كذا فيديو على كده. مثلا إيه على حوالي مثلا 5، 6 أجهزة أو 10 أجهزة. كل ما تكتر كل ما تقلل في الايه في الوقت. ماشي. عملت كده، خدتها سكرين وكل حاجه. هتطلع بقى عادي كده اهوت من الاستوديو وتخش على اليوتيوب. هننقي ايه؟ هننقي الفيديو اللي احنا اخترناه، اللي هو ايه اجواء حديقه الازهر، اللي هو ايه ده. تمام. هتخش عليه، هتشغله. وقف الصوت بس عشان ايه الصوت. اهو شغلنا ايه الفيديو. هنعمل ايه التكست دوت اللي هو موجود ده. تمام. هتدوس عليه حاجة اسمها تكرر الفيديو غير مفعل. هدوس عليه كده هنفعله. هدوس على تكست تاني، هتلاقي حاجة اسمها ايه سرعة التشغيل عادية. هتدوس عليها، هتلاقي مكتوب عندك ايه 25، 5، 75 سرعة عادية. سرعة عادية اللي احنا شغالين عليها. أسرع لا، مش عايزين أسرع، احنا عايزين أقل. يبقى أول واحدة من فوق. تمام. هتدوس عليها، هتيجي تشغل كده اهو. بص. تمام. اقسم بالله طريقة سحرية مش اي حد يقولها لك. جربها واعملها لمدة 5، 6 ايام.
ده على جهاز واحد. لو انت عندك 5-6 اجهزة، اذا كان كمبيوتر او موبايل، شغل 5-6 ايام على مثلا 7 اجهزة 10 اجهزة حسب مقدراتك انت، واعمل الحركة اللي انا عملتها دي، الطريقة اللي انا عملتها ديت، تعمل السرعة وتشوف قبل حاجة من استوديو اليوتيوب من المحتويات، هتشوف الساعة عاملة قد ايه، وجرب وادعيلي.